بالمونديال. تحياتي لكم مشاهدينا الكرام عبر موقع رام الله الإخباري. على أرض عربية يتصدر فريق عربي المشهد الرياضي. أسود الأطلس يستعدون لمواجهة إسبانيا. نتعرف وإياكم على رسالة الشارع الفلسطيني للمغرب العربي. ابقوا معنا. توقعت 2-1 للمغرب، وفريق يعني مجاهد مناضل كيف كأنه عربي. أول شيء ألف مبارك للفريق المغربي، تصدروا المجموعة وصعودوا لدور ال16. توقعنا إن شاء الله يعني الكل بده المغرب، وإن شاء الله إنه على الواقع برضه المغرب فريق محترم وتصدروا المجموعة ما كان صدفة، كان نتيجة أداء لاعبيه وجماعية لاعبيه وروح الفريق الموجود عنده. فنأمل يعني ضد أي فريق شو ما كان الخصم، نأمل إن شاء الله إنه المغرب اللي هو اللي يتأهل. والله هذا الكأس إني أنا بتمنى إنه الفريق المغربي يكون هو اللي حامل هذا الكأس، بما إنه هو الفريق العربي اللي متأهل في المباريات هاي، وإحنا مبسوطين كثير من الفريق المغربي، وبنتمنى إنه يعني دائما يظلوا متفوقين زي هيك فرق عربية، وبنشجعهم إحنا كل الاحترام لهم. طبعا كل عربي بتمنى انه يكون هناك فرق ممثله له، واحنا في هذا المونديال الفريق المغربي يعتبر هو الوحيد حاليا ممثل للدول العربيه، والمفروض انه جميع الدول العربيه وجميع العرب والمسلمين يشجعوا هذا الفريق. ونتمنى انه ان شاء الله انه تكون مباراته هذه القادمه مثل المباريات اللي سبقت، ويحاول كل جهده انه يفوز. فريق المغرب يقدم مباريات جيد وكويس وممتاز ما شاء الله، وخاصة أغلبية لاعبين المنتخب المغربي بيلعبوا في الدول الأوروبية والدوريات الأوروبية وبعطوا نتائج مثيرة. قدموا مباريات ممتازة، بتمنى أنهم كمان يقدموا مباريات كويسة خاصة مع إسبانيا. إسبانيا الفريق اللي استهان فيه فريق جيد، كل لاعبته نجوم ما شاء الله عنهم، بس الشيء اللي اتمنى انه المغرب يتغلب عليهم وياخذ النتيجه اللي بنرجوها نحن وكل العرب، كل العرب كلهم مع المغرب، كل العرب قاطبه خاصه الفلسطينيه. اول شيء احنا توقعاتنا او تمنياتنا من المنتخب المغربي انه يتاهل على الاقل دور النصف، او ان شاء الله بحالف الحظ انه يوصل للنهائي. هاي التوقعات كل الشعب العربي صراحه، لانه هو الفريق العربي الوحيد اللي نجح بأنه يتأهل من الفرق تبعته أو المجموعة تبعته لدور ال16. طبعا نتمنى كل التوفيق للفريق العربي المغربي، رفعوا رؤوس العرب جميعا، وأيضا بكفي أنه التنظيم في قطر كأس العالم هو حدث مهم جدا على مستوى العالم كله، وبتابعوا ملايين من البشر. فالعرب اليوم قدموا رسالة كثير كبيرة على المستوى العالمي في الرياضة. نتمنى للفريق المغربي كل التوفيق. احنا بنتوقع منهم الأفضل، ما شاء الله آخر مباراة كانت لهم قوية وأبدعوا، نتمنى لهم إنه يمثلوا للنهائيات ويفوزوا في كأس العالم، وإن شاء الله ربنا يوفقهم.